السلام عليكم. هنشرح الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس. طيب في الروماتويد ارثرايتس هنقابل حاجات، وفي نفس الوقت عايزين نقارن ما بين الروماتويد ارثرايتس والروماتيك فيفر. تمام؟ طيب دلوقتي كلمة روماتويد يعني روماتيزم اللي احنا بنسمع عنها. طيب ارثرايتس بقى، ايتس ده مقطع ايتس يعني انفلاميشن، تمام، اللي هي الالتهابات. طيب الارثرايتس بقى او الارث دي يعني اللي هي مين؟ اللي هي الجوينتس، المفاصل. حلو كده؟ طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف يعني ايه روماتويد ارثرايتس، ايه هو الديفينيشن بتاعها. بدل ما انا قلت انفلاميشن في الجوينت يبقى كده قوي كويس نص التعريف. انا اول حاجه عايزه اقولها الروماتويد ارثرايتس ده اكيوت ولا كرونيك ديزيز؟ لا هو كرونيك ديزيز. طب انا لو قلت ان هو كرونيك ديزيز characterized by inflammation في الجوينت، التهابات في المفاصل، هل كده التعريف بتاعي كامل؟ لا، التعريف بتاعك يعني زي اسمك الرباعي كده اللي هو محدش بيشاركك فيه. الكرونيك ديزيز ده صفة لأي مرض زي الهايبرتنشن والديابيتس، فأنا مش هكتفي بكده. لما جينا عملنا الديفينيشن بتاع الديابيتس قلنا إن هو كرونيك ميتابوليك ديزيز، صح؟ طيب ده بقى كرونيك اوتو اميون ديزيز، يبقى كرونيك ايه؟ اوتو اميون ديزيز. طيب characterized by بيتصف بيه inflammation في الجوينت، التهابات في المفاصل. لما جينا برضو عرفنا الدايابيتس ميليتس قلنا ان هو chronic metabolic disease characterized by elevation في البلد glucose level above normal. لكن هنا characterized by inflammation في الجوينت بس كده، قال لك لا، ده especially او اكتر حاجه السمول جوينت، المفاصل الايه؟ المفاصل الصغيره. تمام؟ طيب نيجي بقى كده، انا عايزه اعرف لو انا قلت اوتو اميون ديزيز وقلت في انفلاميشن في الجوينت، هنا المشكله في مين؟ في المناعه ذات نفسها. الله، امال الانفلاميشن دي جت منين لما المشكله في المناعه؟ هنا بقى بيحصل لبس عند بعض الطلبه، نلاقي الطلبه بتربط الانفلاميشن بالانفكشن. يا دكتور في انفكشن هتعمل لي انفلاميشن. لا، هنا سبحان الله المناعه ذات نفسها هي اللي بتعمل لي انفلاميشن، هي اللي بتطلع لي المواد الملتهبه. يعني ايه؟ يعني المناعه دي بتعمل حرب في جسمك، ولكل حرب لها ضحاياها. من الضحايا اللي بتعملها، من الحرب اللي بتعملها، ان هي انفلاماتوري، حاجات بتعملها زي انفلاماتوري بروسيس، عمليات بتعملها عشان تقضي على الميكرو اورجانيزم اللي موجود، على الجسم الغريب اللي موجود، وبيحصل ضحايا اللي هي ايه؟ اللي هي الساين والسيمتومز بتاع الانفلاميشن اللي احنا كنا بنختصرها زي بتوع ناسا كده في كلمة ايه؟ في كلمة ريدا، اللي هي ريدنس، وفي إديمة، وبيحصل ديستشارج معانا. طيب طبعا هنا في بعض الاختلافات البسيطة اللي كان عايزة اتفق معاك ان هنا حصل انفلاميشن في الجوينت، بس بسبب مين؟ بسبب المناعة ذات نفسها، بسبب الاميون سيستم. طب هو ايه اللي حصل؟ واحدة واحدة كده. انا عايزة اعرف ان الروماتويد ارثرايتس ده خلاص اتأكدنا ان هو اوتو اميون ديزيز، عكس الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر كنا بنلاقيه للناس اللي اكتر حاجة بيجي عندهم كل شوية التهاب في اللوز او الميكروب السبحي، فده انفلاميشن بيحصل في المفاصل ككومبليكيشن للروماتيك فيفر اللي حصل بسبب ميكروب. تمام؟ لكن ده انفلاميشن حصل بسبب ايه؟ ميكروب او مايكرو اورجانيزم اللي هو الستريبتوكوكاي او الميكروب السبحي، لكن ده حصل بسبب انفلاميشن
في الجوينت بسبب الاوتو اميون ديزيز. ده مشكله في المناعه. ايه المشكله في المناعه؟ اول حاجه انا عندي المفصل ده، سبحان الله ربنا خلق لنا المفصل زي الباب ده لو ما فيهوش مفصل هعرف احركه؟ لا. كذلك الامر انا ايدي، المفاصل اللي في جسمي، لو انا المفصل ده باظ مش هعرف اتحرك. العظم ده كله جزء واحد، لكن المفصل هو اللي بيخليني اقدر اعمل كده واقدر اعمل كده. طيب يبقى ادي المفصل الاتنين راكبين على بعض. تمام. ايه كمان؟ لو احنا لاحظنا هنلاقي ان المفاصل بتاع الباب لما بتقعد تزيق بنروح نعمل لها ايه؟ نقول ان احنا عايزين نشحمها او نحط لها زيت. كذلك الامر سبحان الله، عشان ما يحصلش احتكاك ما بين المفاصل ربنا خلق ان احنا عندنا حاجه اسمها ساينوفيال فلويد، وده اويل زي الزيت بالظبط، فعلا ده زيت للمفاصل. طب الساينوفيال فلويد ده عشان ما يطلعش بره بيتحاط بحاجه اسمها ساينوفيال ممبرين. حلو، كل ده نورمال وده طبيعي. وطبعا حوالين الكارتلاج والساينوفيال فلويد والساينوفيال ممبرين في اللي هي الايه؟ الليجمنتس، الاربطه. زي لما تيجي تاكل ورك الفرخه كده بتلاقي حوالين القرقوشه اللي هي القرقوشه العظمايه الحلوه دي ماشي، بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها حاجات كده شبه الايه؟ الغضاريف ماشي، والليجامنتس. طيب مش شبه الغضاريف، يعني شبه اللي هي مش لحمه ولا قرقوشه، بس هي الاربطه دي في حد ذاتها. تمام. طيب ايه بقى اللي حصل؟ اول حاجه احنا ذكرنا قبل كده لما كنا بنتكلم على انواع الانسولين اتكلمنا على بروتين اسمه الارجينين، صح ولا لا؟ تمام. البروتين ده طبيعي، ده امينو اسيد موجود في جسمنا وموجود هنا برضو. البروتين ده ايه اللي حصل له؟ قال لك ان البروتين ده عادي يعني يتحول لسترولين، اتحول لبروتين اسمه سترولين. برضو المشكله قال لك للاسف بقى ان السترولين ده راح اتحد مع بروتين تاني وبقى اسمه سترولينيتد بيبتايد. طب ايه المشكله ان هو بقى سترولينيتد بيبتايد؟ ده بيحصل في جسمنا؟ بيحصل في جسمنا، ولكن في بعض الناس اللي بيحصل هنلاقي ان السترولينيتد بيبتايد ده مش متعرف عند الشخص ده. يعني ايه مش متعرف؟ يعني لما اتغير كده المناعة بتاعت الجسم الانسان اللي هو عنده روماتويد ارثرايتس تقول لك ده انا معرفوش، ده نون سيلف، ده مش تبعي. يعني ايه برضو مش تبعي؟ يعني كل حاجة في جسمنا سبحان الله متعرف عليها. كل حاجة في جسمنا عندها كده حاجة بطاقة تعريفية زي الرقم القومي بتاعك. الرقم القومي بتاعك ما بيتشابهش مع أي رقم قومي في بني آدم في الدنيا. كذلك الأمر عندنا في المناعة زي كده الدوريات، زي امن الدوله، تمشي كده وتعرف الدنيا فيها ايه. ولو في حد غريب، لا تعالى لي بقى انت غريب هنا بتعمل ايه، ونبدا نعرف انت حكايتك ايه. دلوقتي كذلك الامر المناعه بتاعتنا بتلف حوالين الجسم كله. اول ما تلاقي حاجه غريبه وتقول لها وريلي الاي دي بتاعتك، عرفيني انت مين، وما تعرفهاش تعرف ان دي ايه؟ حاجه غريبه، فتبدا تهاجمها. طيب ايه بقى اللي بيحصل كده؟ يبقى للاسف انا عندي البروتين الارجينين لما بقى سترولينيتد بيبتايد المناعه ما تعرفتش عليه بتاع الانسان ده هو اللي عنده مشكله، هو اللي عنده حاجه في الدي ان ايه بتاعته بتخلي او في الجينات بتاعته بتخليه ما يقدرش يتعرف على البروتين ده. سبحان الله. احنا عندنا الليمفوسايت موجوده في الجسم كله، وقلنا ان هي بتعمل دوريات كده. تمام. الليمفوسايت بقى وهي ماشيه عماله تتعرف على كل حاجه في الجسم، لقت في حاجه غريبه هنا اللي هو مين؟ السترولينيتد بيبتايد. الليمفوسايت دي
ايه اللي بتعمله؟ طبعا احنا عارفين التي سيل والبي سيل، الخلايا الاساسيه والمهمه جدا في الليمفوسايت. ايه اللي بيحصل؟ هنلاقي ان البي سيل بتطلع لي حاجه اسمها انتي سيترولينيتد بيبتايد. ماشي؟ طيب ده مهم جدا، اسمه ACB، انتي سيترولينيتد بيبتايد. مهم ليه؟ لان هو ده التحليل اللي انا هجزم بيه ان الشخص ده عنده روماتويد ارثرايتس. تمام؟ طب والتي سيل بتطلع لي ايه؟ التي سيل بتطلع لي السيتوكاين. السيتوكاين، عارفين لما تقول السيتوكاينيز مقطع ايز ده يعني تكسير. ده السيتوكاين بقى اللي هو اصلا بمسؤول ان هو يطلع لي الحاجات اللي بتعمل لي انفلاماتوري، الحاجات اللي بتهاجم، الحاجات اللي بتاكل حرفيا. المواد الملتهبه دي حاجه خطيره، حاجه خطيره من قوتها وقدرتها ان هي تقدر تهاجم الايه؟ تقدر تهاجم الجسم الغريب ده. يعني لما بيكون عندك جرح ويدخل ميكروب، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان انت في احمرار، في بين او تندرنس، تدوس عليه كده تلاقي فيه الم. وده الفرق ما بين التندرنس والبين. التندرنس بين ويز بريشر، البين ده بين لوحده من غير حتى ما تضغط عليه. طيب هنلاقي كمان انك انت بتبقى عايز تعمل ايتشنج، عايز تكرش. هتلاقي كمان انك انت عايز بتلاقي ان انت في ديستشارج بتطلع. والمواد الملتهبه كمان لما بتخليك تكرش وبتعمل لك التهابات، عايزه اقول لك ان المواد الملتهبه ممكن توصل ان هي بتاكل الجلد ذات نفسه. تمام؟ انا بوضح خطوره الانفلاميشن، خطوره المناعه او قدره المناعه، ان هي قد ايه المجهود او الحرب اللي بتعمله عشان تتخلص من ايه؟ تتخلص من الجسم الغريب ده. تمام؟ فهنلاقي التي سيل بتطلع لي السيتوكاين، والسيتوكاين بيطلع لي مواد كتيره جدا. منها ايه بقى المهم؟ عشان هو ده اللي بيشتغلوا عليه في العلاج، وبيشتغلوا على حاجات كتيره قوي، بس منها حاجه مهمه قوي واسمها تيومر نكروزس فاكتور الفا. بعيدا عن الاسم، انا بس عايزه اقول لك ان كلمه تي دي تيومر يعني ورم، صح؟ يبقى اذا الماده اللي بيطلعه السيتوكاينيز ده مفيد جدا عشان ياكل كمان الخلايا الغريبه. يعني ايه الخلايا الغريبه؟ يعني الخلايا السرطانيه. يعني ده بيحميني من ان انا يحصل لي تيومر او يحصل لي كانسر. اوكي؟ طيب احنا بقى دلوقتي ايه اللي حصل؟ قال لك ان ده بما انه بياكل الخلايا السرطانيه وعنده القدره ان هو ياكل ويعمل المهاجمه دي، عايزه اقول لك ان ده كمان هيعمل مشاكل هنا. هو قصده ما يعملش مشاكل، هو قصده يتخلص من الفورين بادي اللي بالنسبه له السيترونيتد بيبتايد ده جسم غريب، انا عايز اخلص عليه. طب ايه اللي بيحصل؟ عارف الحرب اللي انا قلت لك بتحصل عليها في جلدك دي؟ ان جلدك بيتاكل ويحصل ديستشارج ويحصل ايتشنج ويحصل بين، كل الحرب دي هتحصل هنا. يعني ايه؟ يعني الانفلاميشن هتلاقي من الاعراض بتاعتك انك انت سبحان الله هتلاقي عند العقل، مش احنا قلنا الروماتويد ارثرايتس الار اي مش وليس الار اف. تمام؟ الار اي بيصيب الجوينت اكثر حاجه السمول جوينت بتاع ايدي ورجلي. اول حاجه ليه؟ اول حاجه لان الساينوفيال فلويد اللي السيتوكاين بيهاجمه او المناعه اللي بتهاجمه عشان فيه البروتين اللي حصل له فيه ميوتيشن او حصل فيه تغيير او طفره، هنلاقي ان المناعه بتهاجمه موجود هنا. طيب انا دلوقتي في مفاصل، كميه الزلال بتاعتي هتبقى اكتر هنا ولا في المفاصل الكبيره؟ لا في المفاصل الكبيره، اذا ده كميه قليله فهقدر اخلص عليه بسرعه والاعراض هتكون اسرع فيه. تمام؟ فعشان كده هو بيهاجم كل المفاصل بس بيبان اكتر في السمول جوينت. طيب هنلاقي كمان ان السيتوكاين ده لما يبدا يعمل الحرب هنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل inflammation process هتبدا تكل في الكارتيلاج. التي ده التي ان اف الفا اللي هو
تيومر نيكروزيس فاكتور الفا ده بيعمل لي ايه؟ بياكل الكارتلاج، زي ما قلنا ان هو بياكل الخلايا السرطانيه. لما ياكل الكارتلاج ده ايه اللي بيحصل؟ من الديفورميتي اللي بتحصل، التشوهات اللي بتحصل والاعراض الخطيره لو انا ما قدرتش اعالج الار اي. طيب احنا عايزين نتفق، الار اي ده مرض ايه؟ كرونيك، صح؟ كرونيك يعني ايه كرونيك؟ كرونيك زي ما اتفقنا قبل كده ان هو اول حاجه irreversible، لا رجعه فيه، اللي حصل حصل، هيفضل معاك طول العمر. irreversible صح؟ لايف لونج يعني هيفضل معاك على طول. بروجريسيف يعني متطور مش هيقف. هو ده بقى الهدف بتاعي، ان انا اوقف التطور بتاعه، ولو مش قادره اوقفه على الاقل اقلله، لكن نقدر نوقفه بالعلاج الكويس في الروماتويد ارثرايتس. يعني اذا الموضوع ليه حل، ليه حل، ان انت هتوقف التطور، نعالج نفسنا بدري والتزم بالعلاج. موضوع بسيط جدا ومش محتاج ان احنا نهوله. الامراض الكرونيك فعلا ليها حق ان احنا نهولها لو احنا ما التزمناش بالعلاج بتاعنا، لو احنا ما فعلا ما عملناش هيلث لايف ستايل كويس. لكن لو احنا اتبعنا العلاج وعملنا هيلث لايف ستايل كويس هتبقى الدنيا كويسه. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي لما بتكلم عن روماتويد ارثرايتس قلنا ان الانفلاميشن او المناعه هتروح مهاجماني مين؟ هتهاجم لي الكارتلاج، فهتاكلها. لما تاكل الكارتلاج دي ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى فيه غضاريف، مش هيبقى فيه مفصل، مش هيبقى فيه مفصل. فايه اللي هيحصل بقى؟ هتلاقي للاسف من الكومبليكيشن بتاعته ان البون دي هتلتحم بالبون دي، هتلزق، فتلاقي الصباع العقله المفصل ده اتاكل، فالبون لزقت في البون فيبقى يعمل ديفورميتي. هتلاقي الصباع قصر وصوابعك مش هتعرف تحركها. يبقى ده عمل تشوه ولا لا؟ يبقى اذا الموضوع فعلا محتاج ان احنا نهتم ونعالجه كويس. ودي اوحش حاجه في الروماتويد ارثرايتس، الانفلاميشن اللي هو بيعملها لي. تمام؟ طيب عشان ما نطولش ونحاول ننجز بسرعه، انا كده شرحت الباثوفيسيولوجي بطريقه بسيطه. من الروماتويد ارثرايتس برضو للاسف ان هي بتخلي الليجمنتس بتكبر، بيحصل لها اللارجمنت. طيب بيحصل اللارجمنت وتلاقيه اللارجمنت في اتجاه اتجاه اللي هو كده، تحسي ايد المريض مش كده، لا كده، اللي تحس ان الليجمنتس بتشد اكتر على الجنب ده عن الجنب ده، فتلاقي المريض بتبقى ايده عامله كده. ففعلا المفاصل لما تبوظ والايد تبقى عامله كده كده، انا وقفت الفانكشن بتاع الجوينت، وقفت الفانكشن بتاع ايدي. انا عايزه الحق كل ده، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه طبعا من الساين والسيمتوم بتاع الانفلاميشن. طيب بجانب ايه اكتر حاجه بنتكلم فيها؟ ان البيشنت ده دايما بيقولك انا لما بقوم الصبح مش ببقى قادره اتحرك. طب ايه اللي حصل؟ الحرب اللي بتحصل دي بينتج عنها مخلفات. المخلفات دي الجسم بيقدر يتخلص منها امتى؟ الطبيعي ان انت حتى البنزين بتاعك الزيت بتاعك بتاع مفاصلك جسمك بيغيره لوحده. طب بيتغير امتى؟ اثناء الحركه. عشان كده في الحركه بركه. ولكن بقى الشخص اللي عنده روماتويد ارثرايتس في حرب قايمه، في حرب جوه مفاصله قايمه، فتلاقي المخلفات اكتر. فهو طبعا لما بيقوم الصبح مش بيبقى قادر يتحرك، لكن يقول لك ما بقدرش اقوم من النوم غير بعديها بساعه. ممكن في نص النهار كده الاقي ان انا استجميت قوتي وبدات ان انا اتحرك، عشان المفاصل بدات ان هي تخلص من الويستس اللي بتحصل لها. طيب دي الاعراض والديفينيشن والباثوفيسيولوجي. عايزين نتكلم عن العلاج. ايه تفتكروا افضل علاج للموضوع ده؟ طبعا هتقولي ان انا هدي انتي انفلاماتوري ميديكيشن. الله، يعني ايه؟ يعني هدي لا اما سترويدز اللي هي الكورتيزونات، لا اما النون سترويدز اللي هي النون سترويدز. النون سترويد دي عارفين زي ايه؟ عارفين لما تيجي تشتروا
باراسيتامول ولا اي حاجه خافضه للحراره ولا مسكن للالم، بتلاقيه بيقول لك ايه؟ ان ده انالجيسك مسكن للالم، انتي انفلاماتوري مضاد للالتهابات، وكمان خافض للحراره. ولكن عشان ادي الدواء النون سترويدال ده، احنا لما بنيجي ناخده بنلاقيه ان هو ايه؟ يعني مش كفاءه قوي في موضوع الانتي انفلاميشن ده. تمام. وغير كده بيعمل لي بيبتيك ألسر، بيعمل لي حموضه، بيعمل لي قرحه في المعده. فعشان اديه مش هيبقى كفاءته قد كده، وفي نفس الوقت لازم ادي ادويه للبيبتيك ألسر. الاسترويد بقى ودي الانتي انفلاماتوري دراج، تمام، اللي هي الكورتيزونات، ده علاج سحري للانفلاميشن، حلو بيريح المريض جدا. انا في دول بريح المريض وبريح الساين والسيمتوم بتاعته، بريح معاناته. لكن هل انا كده وقفت البروجريسيف؟ لا. هل انا كده خليت المشكله من جذرها؟ لا. عشان كده فعلا بداوا يغيروا فكرتهم عن الكورتيزونات، مش ان هي علاج سحري ولا حاجه. للاسف هي بتعالج لك الوش، بتعالج لك الشكل، لكن مش بتعالج لك الجذر بتاع المشكله. ده غير السايد افكت بتاعه ككورتيزون اساسا، وده اللي محتاج محاضره لوحده. تمام. امال ايه افضل حاجه بقى؟ انا دول باخدهم بس عشان اريح المريض، ولكن الاساسي العلاج افضل حاجه بدل اللي هي الانتي انفلاماتوري الكورتيزونات اللي بتعمل لي اميونو سبريشن للمناعه كلها، قال لك ان في حاجه اسمه علاج اسمه الدماردس. الدماردس ده اللي هو ايه؟ disease modifying دماردس، اللي هو انتي انفلاماتوري او روماتويد ارثرايتس. تمام. روماتويد ارثرايتس ايه؟ دراج. طيب